واش صافا شحال من واحد فينا كيبغي يبان زوين وفي احسن صوره، ولكن بلاتي هاد زوين ما كتعنيش انك تولي بحال راك فاهم، وانما تكون واحد الانسان اللي هو انيق ونقي وجدا. يعني انا الرجاليه سواء انا جيت نبارطاجي معاك اهم الحوايج اللي مهمين ليك واللي كيخليوك تبان صوره زوينه وتبان واحد الانسان اللي بوغوس وانيق. معكم ديفلوب بالدارجه، وكيف العاده ما ننساش الشي قهوه ولا اتاي. نبداو على بركه الله. اول حاجه خاصك تعرفها هي ان كل واحد فينا راه خلق الله عز وجل ومختلف على الاخر، كل واحد عنده الجمال ديالو. فاذا كنتي كتبان خايف فعرف باللي المشكل منك انت صديقي، مي ما تخافش انا غادي نعاونك. نبداو باول حاجه واللي هي الميوين. انا عارفك غتكون سمعتي على هاد الكلمه، ولكن راه بصح كتساعد باش يبان الوجه ديالك فواحد الصوره اللي هي زوينه، بحال انها كتخلي العضلات الفك ديالك تبان بواحد الشكل اللي هو ناضي ومتناسق. يعني حاول تداومها كل نهار الا بغيتي يبانوا عندك النتائج. حاجه تانية واللي هي كل ماكله صحيه. شوف صديقي، باش تبان زوين راه ضروري البشره ديالك تكون مزيانه وصحتك حتى هي. دونك الا بغينا هادشي كامل راه ضروري خصك تاكل ماكله صحيه بحال الخضروات، حيت فيها بزاف ديال الفيتامينات والالياف الغذائيه والمعادن الاساسيه واللي كتساعدك باش تحسن البشره ديالك. ونزيدوا عليها الماء حتى هو، وما تنساوش المكسرات واللي فيهم بزاف ديال البروتينات والكربوهيدرات ونسبه الدهون اللي هي عاليه. شوف والله صديقي، الا كنتي مقاد الماكله ديالك كون على يقين كلشي غادي يكون مقاد، لا من الفورمه ديالك ولا حتى صحتك ولا حتى البشره ديالك. ما تنساش بلي الماكله راه كتلعب دور كبير في الصحه ديالك. ثالث حاجه واللي هي الشعر ديالك. الا كنتي باغي الشعر ديالك يكون صحي كيف قلنا قبل، راه ضروري ماكلتك حتى هي تكون صحيه. وراه فايت ليا درت فيديو على انواع الحسنات اللي غيجيو لك مع الوجه ديالك، الا بغيتي تفرج فيه نخليه لك في الديسكريبسيون، حيت راك عارف باللي الحسنات كتلعب واحد الدور كبير باش تبان في احسن صوره وتكون انيق. داكشي علاش خاصك تختار الحسنه اللي غتجي معك. الحاجه الرابعه واللي هي الفورمه ديالك محبوبه للجماهير. كلشي كيتمنى تكون عنده فورمه زوينه وانيقه ومتناسقه. داكشي علاش الا ما كنتيش كتريني فبدا تريني، حيت الصراحه الفورمه كتعطي واحد المظهر اللي هو زوين وكتخليك تبان جذاب، ومن الفوق كتخلي ليك البشره ديالك توهج وتقوم بالتغذيه ديالها. وفلهذا صديقي هاد لونطريمون ما تهملهاش، خاصها تكون من الحوايج المهمين في النهار ديالك. خامس حاجه واللي هي النعاس. شوف الا ما كنتيش كتنعس الساعات اللي هما كافيين فبلا ما تقول باللي راك كتبان في الصوره زوينه. اولا الصحه ديالك كتدمرها، ثانيا الوجه ديالك كيكونوا فيه دوك لي سيغن وهما السبب اللي كيخليوه يبان خايب. شنو خاصك دير انت؟ هو تنعس بكري، يعني نعس بكري وفيق وصلي صلاتك، على الاقل تكون نعستي ساعات اللي هما كافيين وبعدتي على هذوك لي سيغ اللي كيخسروا لك من الوجه ديالك. وما تنساش واحد الحاجه اللي هي ضروري يكون عندك واحد سكين كير روتين كل صباح، يعني فاش تفيق غسل وجهك بشي مرطب اللي يكون مناسب للبشره ديالك. ودابا اللي عليك انت هو تطبق هادشي. ها هو كلشي بين يديك. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، راك تما.